وحكايتنا بتبدأ مع كيفن وهو بيشتكي لمامته لأنه مش عارف يتفرج على التلفزيون بسبب عمه، لكن مامته بتكون مشغولة بتحضير شنطتها وبتقوله يسمع كلام عمه. وبيخرجوا باباه من الأوضة وبيروح يشتكي لعمته، وبتقوله يروح يحضر شنطته لأنهم هيقضوا أعياد الكريسماس في فرنسا. وبيروح لهم ظابط وبيحاول يكلم أي حد كبير، بس بيكون البيت كله فوضى ومش بيلاقي حد يكلمه. وبيطلب كيفن من ولاد عمه إنهم يساعدوه في تحضير الشنطة، بس هما بيتريقوا عليه وبيسيبوه وبيمشوا. وبيتضايق كيفن وبيروح لأوضة إخواته، واللي بيشوفوا من شباك الأوضة جارهم العجوز غريب الأطوار. وبيقول باز أخوه إن جارهم ده قتل قبل كده أسرته ونص جيرانه في المكان اللي كان عايش فيه، وإنه هربان من الشرطة، وإنه أكيد هيرتكب نفس الجرايم في حيهم. وبيخاف كيفن وإخواته وبيدخلوا من الشباك. وبيوصل عامل توصيل البيتزا وبيفتح له ضابط الشرطة، وبيجي عم كيفن وبياخد البيتزا وبيمشي. وبيجي بابا كيفن وبيسلم على الضابط، وبيقول له الضابط إنه هنا عشان يتأكد من تأمين البيوت في أعياد الكريسماس. وبيقول له بابا كيفن إنه مأمن البيت كويس بالترابيس. وبيسيب الضابط وعامل التوصيل وبيروح ياكل. وبتنزل مامة كيفن وبتحاسب هي على البيتزا، وبتقول للضابط إن كلهم هيسافروا باريس. وبيشوف كيفن الضابط وبيلاحظ إن في بقه سنة ذهب، وبيروح كيفن علشان ياكل وبيسأل على البيتزا بالجبنة بتاعته، وبيقول له بادز إنه أكلها. وبيتخانق معاه كيفن لأنه أكل أكله، وبيكب العصير بدون ما يقصد. وبتتخانق معاه مامته لأنه عمل مشاكل، وبتاخده وبتحبسه في أوضته. وبيقول لها كيفن إنه بيتمنى إنهم كلهم يختفوا ويعيش في البيت لوحده بدون ما حد يزعجه. وبيطلع لأوضته وهو زعلان. وتاني يوم بتصحى العيلة كلها متأخرة على الطيارة، وبيجروا بسرعة علشان يلبسوا، وبينسوا يصحوا كيفن. وبيفتكروا إن ابن الجيران هو كيفن، وبيعدوه وسط الأولاد. وبيركبوا العربية وبيروحوا للمطار، وبيلحقوا الطيارة في آخر وقت. وبنروح لكيفن واللي بيصحى من النوم ومش بيلاقي عيلته في البيت، وبيفرح كيفن إنهم اختفوا وإن محدش هيضايقه بعد كده. وبيفضل يتنطط ويجري في البيت، وبيفضل يلعب بالألعاب وياكل آيس كريم وهو بيتفرج على الفيلم. وبتحس مامة كيفن إنها ناسية حاجة، وبتفضل تراجع كل الحاجات اللي المفروض تاخدها. وبتفتكر الأم في الآخر إنها نسيت كيفن في البيت، وبتنهار الأم وبيحاول كل اللي على الطيارة إنهم يهدوها. وبنشوف 2 حرامية وهما بيراقبوا بيت كيفن علشان يسرقوه، وبيسمع كيفن صوت الحرامية وهما بيقربوا من البيت، وبيشوف خيالهم من الشباك، وبيسمعهم وهما بيتفقوا إنهم يدخلوا البيت من البدروم. وبينور كيفن نور البدروم، وبيشوف الحرامية النور وبيخافوا وبيقرروا يهربوا بسرعة قبل ما حد يشوفهم. وبنروح لأهل كيفن وهما بيكلموا الشرطة من مطار باريس علشان يطمنوا على ابنهم، لأن تليفون البيت بيكون عطلان بسبب قطع الكهرباء، لكن اسم الشرطة بيوصلهم لقسم المشاكل العائلية واللي مش بيقدر يساعدهم علشان تطمن على ابنها. وبيخرج كيفن من البيت علشان يواجه الحرامية، بس بيلاقي قدامه جاره العجوز، وبيجري لجوه البيت وهو خايف. وبيخبط الضابط على كيفن علشان يطمن عليه، بس كيفن بيكون خايف ومش بيفتح الباب. وبيبلغهم الشرطي إن مفيش حد في البيت، وبيحاول الأب إنه يحجز تذاكر علشان يرجع لأمريكا، بس بتكون كل التذاكر محجوزة. وبتعرض عليهم الموظفة إنها تحط الأم على قائمة الانتظار، يمكن حد يلغي حجزه أو ما يجيش فتركب هي مكانه. وبتوافق الأم وبتودع عيلتها. وبنروح لكيفن واللي بياخد دش وبيستخدم حاجات باباه، وبيروح لأوضة باز وبياخد الفلوس اللي كان محوشها، وبيروح علشان يشتري فرشة سنان. وبيقابل هناك جاره العجوز، وبيخاف منه كيفن وبياخد الفرشة وبيجري وراه عامل المحل لأنه ما دفعش حقها. وبيقول للشرطي على كيفن واللي بيجري وراه هو كمان، بس كيفن بيقدر يهرب منهم. وبنشوف الحرامية وهم سارقين بيت الجيران، وبيسيب واحد من الحرامية حنفية المطبخ مفتوحة، وبيقول له صاحبه هو ليه بيعمل كده، وبيقول له إن دي علامة ليهم وإن كل حرامي لازم يكون ليه بصمة مميزة. وبيشوف كيفن الحرامية وبيكتشف إن الحرامي هو نفسه الضابط اللي جزرهم في البيت قبل أهله ما يسافروا. وبيمشي الحرامية ورا كيفن علشان يعرفوا هو هيدخل أنهي بيت، وبيخاف كيفن منهم وبيجري وبيستخبى بين تماثيل الكنيسة، وبيرجع للبيت. وبالليل بنشوف الحرامية وهما بيراقبوا البيت، وبيشوفوا خيال ناس كتير بترقص، وبيسمعوا صوت الموسيقى. وبنعرف إن كيفن هو اللي عمل كده باستخدام التماثيل واللي كان بيحركها بالخيوط، وإنه عمل كده علشان يوهم الحرامية. وفعلا بيمشي الحرامية من قدام البيت. وبنروح لبابا كيفن وهو بيحاول يوصل لابنه، وبيكون إخوات كيفن قلقانين عليه إلا باز لأنه شايف إن أخوه محظوظ. وبيطلب كيفن بيتزا، وبيشغل كيفن فيلم علشان البطل يكلم عامل التوصيل مكانه، وده عشان يوهمه إن البيت فيه ناس كبيرة هي اللي طلبت البيتزا. وبنروح لمطار باريس وبنشوف الأم واللي بتقدر إنها تاخد تذاكر بتاعة واحدة من الركاب مقابل إنها تديها المجوهرات بتاعتها. وبنشوف كيفن وهو ماسك صورة أهله وبيعتذر لهم على طريقة تعامله معاهم،
وبيطلب منهم يرجعوا وهو مش هيعمل مشاكل تاني. وتاني يوم بيلبس وبيروح السوبر ماركت وبيشتري حاجات، وبتستغرب منه موظفة الكاشير وبتسأله هو جاي مع مين، وبيقول لها إن مامته مستنياه في العربية وبابا في الشغل، وبتصدقوا الموظفة. وبنشوف الحرامية وهما بيراقبوا بيت كيفن، وبيقرر واحد منهم إنه يدخل البيت، وبيشغل كيفن نفس الشريط اللي شغله العامل التوصيل، وبيضرب الممثل في آخر المشهد رصاص، وبيخاف الحرامي وبيجري على العربية. وبيقرر صاحب الحرامي انه يراقب البيت هو بنفسه ويعرف مين اللي جوه. وبتوصل مامة كيفن لولاية دالاس وبتحاول تحجز تذكرة لشيكاغو، وبتلاقي ان كل التذاكر محجوزة. وبيسمعها واحد وبيعرفها بنفسه وبيعرض عليها يوصلها في طريقه مع فرقته، لان هو كمان مسافر لشيكاغو. وبتوافق مامة كيفن. وتاني يوم بيشوفوا الحرامية وهو بيقطع شجرة الكريسماس، وبيراقبوه من الشباك وبيعرفوا انه لوحده في البيت. وبيسمع كيفن الحرامية وهما بيتفقوا انهم هيرجعوا الساعة 9 بالليل علشان يسرقوا البيت. وبيروح كيفن للكنيسة وبيشوف هناك الراجل العجوز، وبيقرب منه الراجل العجوز وبيقع جنبه وبيعيد عليه، وبيحكي له العجوز انه دايما بيجي الكنيسة علشان يشوف حفيدته. وبيقوله كيفن انه ندمان لانه كان دايما بيعمل مشاكل وبيزعل عيلته منه، وانه بيتمنى انهم يرجعوا له تاني وهو مش هيضايقهم تاني. وبيقوله العجوز ان اي عيلة بتحصل فيها مشاكل، وانه اتخانق مع ابنه زمان وقال له انه مش عايز يشوفه تاني، ومن وقتها وهما ما بيتكلموش، وانه خايف يروح يكلم ابنه ما يرضاش يصالحه. وبيقوله كيفن انه المفروض يواجه مشاكله وما يخافش من رد فعل ابنه، لان ابنه اكيد هو كمان عايز يكلمه بس كرامته منعاه. وبيسلم على الراجل العجوز وبيخرج من الكنيسة، وبيقرر انه يروح البيت ويعمل مقالب في الحرامية ويواجههم ويدافع عن بيته. والساعة 9 بيوصل الحرامية على البيت، وبيخرج كيفن المسدس من فتحة الباب وبيصوب على رجله حرامي منهم، وبيكون حاطط زيت على سلم البدروم وبيتزحلق التاني على الأرض. وبيفتح الحرامي باب البدروم، وأول ما بيدخل بتتخبط في وشه مكوى وبيقع، ولما بيحاول يطلع السلم تاني بيدخل في رجله مسمار كان حاطه كيفن. أما الحرامي التاني فبتتحرق إيده لما بيحاول يفتح باب البيت، ولما بيدخل البيت بيكون كيفن حاطط زي مسدس نار وبيحرق شعر الحرامي. وبيجري الحرامي بسرعة برا البيت وبيحط راسه في التلج. وبيقول كيفن للحرامية انهم يستسلموا ويمشوا، والا هيعمل فيهم مقالب تانية كتير. لكن الحرامية بيكونوا متضايقين من كيفن وبيقرروا ينتقموا منه. وبيتصل كيفن بالطوارئ وبيغير صوته لصوت رجولي، وبيبلغ ان في حرامية في بيته وبيديهم عنوان بيت جارهم. وبياخد عنكبوت وبيحطه على وش حرامي منهم، وبيحاول الحرامي انه يقتل العنكبوت فبيضرب صاحبه بالغلط. وبيروح كيفن على اوضته وبيركب الحبل وبيروح بيه البيت الشجرة بتاعه، وبيروح وراه الحرامية. وبيقطع كيفن الحبل وبيتخبط الحرامية في الحيطة وبيقعوا. وبيجري كيفن وبيهرب وبيدخل لبيت الجيران اللي سرقوه الحرامية في بداية الفيلم، وبيفتح باب البدروم وبيلاقيهم قدامه، وبياخدوا الحرامية وبيعلقوه في الباب. وبيدخل جاره العجوز وبيضرب الحرامية على راسهم وبينقذ كيفن. وبتوصل الشرطة وبتقبض على الحرامية، وبيشوفهم كيفن من شباك بيته. وبيحط كيفن زينة الكريسماس، وبيقوم تاني يوم من النوم على أمل إن مامته تكون رجعت، بس مش بيلاقيها في البيت. وفجأة بتوصل مامته وبتلاقيه مزين البيت، وبتتأسف له مامته إنها نسيته. وبيجري كيفن وبيحضنها وهو فرحان إنها رجعت. وبيلاقوا إن كل العيلة وصلت هي كمان على شيكاغو، وبيفرحوا كلهم بيه إنه جهز البيت للكريسماس وراح للسوبر ماركت لوحده. وبيشوف كيفن من الشباك وبيلاقي جاره العجوز وهو بيحضن حفيدته، وبنعرف إنه سمع نصيحة كيفن وكلم ابنه وتصالحوا، وبكده يكون انتهى فيلمنا. حكايتنا بتبدأ في بيت كيفن وهما بيجهزوا نفسهم علشان يحتفلوا بالكريسماس في ولاية فلوريدا. وبتسأل كيفن مامته إذا كان حضر شنطته، وبيرد عليها بجهاز صغير بيسجل بيه كلامها. وبيشوف كيفن في التلفزيون برنامج بيذيع الاحتفال الضخم في نيويورك. وليلة السفر بيقدم كيفن حفلة وبيغني مع باقي الأطفال أغاني عيد الميلاد. وبيفضل باز يعمل لكيفن أشكال على راسه بالشمع، وبيضحك عليه باقي الجمهور. وبيتضايق كيفن من باز وبيزقه وبيوقع الأطفال والديكور. ولما بيروحوا البيت بيعتذر له باز، بس كيفن بيفضل متضايق منهم كلهم لأنهم ضحكوا عليه. وبيقول لهم كيفن إنه مش هيتأسف لأنه مغلطش. هو بيتخانق مع باباه وبيعاقبه والده وبيحبسه في الأوضة اللي في الدور الأخير. هو بتروح له مامته وبتقوله إنه غلط في طريقة كلامه مع باباه ولازم يعتذر له. هو بيقول لها كيفن إنه مغلطش ومش هيعتذر لحد، وإنه لو معاه فلوس كان قضى الأجازة لوحده. وكالعادة بيصحى أهل كيفن متأخرين وبيلبسوا بسرعة، وبيروحوا للمطار وبيحاولوا يوصلوا للطيارة بأسرع وقت. وبيكون مع كيفن شنطة باباه،
وفي الأثناء دي بيتوه كيفن من عيلته وبيركب طيارة تانية، وبيكون مفكر إنه ركب مع عيلته لأنه شاف واحد لابس زي جاكيت باباه وبيفكره هو. وبيحط كيفن السماعات على ودانه ومش بيسمع المضيفة وهي بتقول إن الطيارة دي متجهة لنيويورك. وبتوصل الطيارة لنيويورك ومش بيلاقي كيفن أهله. وبتوصل طيارة أهل كيفن لفلوريدا وبيكتشفوا غياب كيفن. وبيعرف كيفن إنه في نيويورك وبيفرح جدا وبيقرر إنه هيتفسح ويستمتع بعيد الميلاد هناك. وبيبلغ أهل كيفن عن اختفاء ابنهم وبيقول لهم الضابط إنه هيبلغ مطار شيكاغو يمكن يكون لسه هناك. بيظهر هاري ومارف ودول الحرامية اللي حاولوا يسرقوا بيت كيفن قبل كده وبيكونوا في نيويورك بعد ما هربوا من شرطة شيكاغو. وبيروح كيفن لفندق بلازا اللي شاف إعلانه في التلفزيون وبيغير صوته وبيكلم الفندق على إنه باباه وبيحجز أوضة هناك. وبيروح للموظفة وبيقول لها إن باباه عنده اجتماع وإنه حاجز أوضة باسمهم وبيديها فيزة باباه علشان يدفع تمن الأوضة. وبيقول الضابط إن كيفن مش موجود في المطار وبيطلب الضابط صورة لكيفن وبيكتشف باباه إن محفظته في الشنطة اللي مع كيفن. وبيقول للضابط إنه هيبلغ البنك عشان لو كيفن استخدم الفيزا يقدروا يحددوا مكانه. وبيستغرب موظف الاستقبال من وجود كيفن لوحده. وبيطلع كيفن للأوضة وبيكون جناح خاص وبيتفرج كيفن على تلفزيون وبيطلب آيس كريم وحلويات كتير. وبيحاول موظف الاستقبال إنه يدخل أوضة كيفن ويفهم هو جه ازاي لوحده. وبيعمل كيفن خيال شخصي كبير تحت الدش وبيشغل صوت عمه فرانك واللي كان مسجله وهو بيزعق. وبيخاف موظف الاستقبال وبيتأسف لكيفن وبيمشي بسرعة. وبيبص كيفن من الشباك وبيتمنى لمامته سنة سعيدة وده في نفس الوقت اللي كانت هي كمان بتتمنى له نفس الشيء. وتاني يوم بيقابل كيفن موظف الاستقبال وبيعتذر له الموظف لأنه دخل جناحهم بدون ما يستأذن. وبيقول له إن العربية اللي طلبها مستنية بره وفيها بيتزا هدية من الفندق. وبيقرر الموظف إنه يستعلم عن صاحب الفيزا بتاعت كيفن. وبيروح كيفن لمحل الألعاب وبيكون منبهر جدا بالمكان وبيشتري كيفن لعبة. وبيقول له البياع إن صاحب المحل هيتبرع بكل فلوس اللعب دي لمستشفى الأطفال لأنه بيحب الأطفال جدا. وبيتبرع كيفن لمستشفى الأطفال بمبلغ صغير كانت مامته عطيهوله. وبيقول للبياع إن أكيد الأطفال محتاجين الفلوس دي أكتر منه. وبيديله البياع هدية لعبة على شكل حمامتين وبيقوله يحتفظ بواحدة ويدي التانية لشخص بيحبه. وبيشوف كيفن صورة صاحب المحل وبيكتشف إنه هو نفسه البياع. ولما بيخرج كيفن من المحل بيلاقي قدامه الاتنين حرامية وبيخاف كيفن وبيجري منهم. وبيشتري عقد خرز وبيقطعه وبيزحلق بيه الحرامية. وبيروح كيفن على الفندق وبيقول للموظف إنه عرف بسرقته لفيزة باباه. وبيطلع كيفن لجناحه بسرعة وبيلملم حاجته وبيشغل التلفزيون على نفس الفيلم اللي كان بيشغله في الجزء الأول. وبيصدق الموظف إن في شخص حقيقي بيكلمه وبيخاف. يخرج كيفن من الفندق بيلاقي قدامه هاري ومارف وبيقولوا له إنهم هينتقموا منه لأنه كان السبب في سجنهم. وبيتكلموا قدامه إنهم هيسرقوا محل لعب الأطفال النهاردة. وبيسجل كيفن كلامهم بالمسجل اللي معاه. وبيقدر كيفن إنه يهرب من الحرامية. وبيجي اتصال من الشرطة وبيعرف أهل كيفن إنه في نيويورك. وبيروح كيفن لبيت عمه واللي بيكون ما فيهوش حد لأن البيت بيتجدد وعمه مسافر باريس. وبيفضل كيفن ماشي في الشارع لوحده لغاية ما بيوصل لمكان بيتجمع حواليه الحمام وبتظهر واحدة شكلها مخيف وبيخاف منها كيفن وبيجري بس رجله بتتحبس بين الصخور. وبتساعده الست المخيفة وبتخرج رجله. ووقتها بيعرف كيفن إنها مش مؤذية وبيعتذر لها كيفن لأنه خاف منها في البداية. وبيسألها عن الحمام وبتديله الست أكل حمام وبتقوله يرميه على الأرض ووقتها هتتجمع حواليه الحمام. وبيقول لها كيفن إنه بردان ومش عايز يفضل في المكان ده. وبتطلعه الست على سطوح الأوبرا وبيتفرج كيفن على العرض. وبتقوله إنها ما عندهاش أصحاب غير الحمام. وبيحكي لها كيفن عن عيلته وإنه زعلان منهم. وبتقوله الست إن هي كمان كان عندها عيلة بس هما ما حبوهاش وهربت منهم ومن وقتها وهي مشردة وما عندهاش أصحاب وإنه أول شخص يتكلم معاها من سنين. وبيتمشى كيفن في الشارع وبيشوف طفل من شباك مستشفى الأطفال وبيفتكر كلام صاحب المحل وبيفتكر كلام الحرامية وبيقرر إنه يمنع الحرامية من سرقة المحل. وبيجهز كيفن بيت عمه وبيعمل الحرامية أفخاخ علشان يوقعهم. وبيوصل أهل كيفن للفندق وبيحكي لهم الموظف على اللي حصل وبيلوم عليه بابا كيفن لأنه بسببه كيفن خاف وهرب ومش هيعرفوا يلاقوه. وبتقرر مامته إنها تدور على ابنها في الشوارع. والساعة 12 بالليل بنشوف الحرامية وهم في محل الألعاب وبيسرقوا الفلوس وبيحطوها في الشنط اللي معاهم. وبيخبط كيفن على الفاترينا وأول ما بيبصوا الحرامية بيصورهم وبيكسر الفاترينا علشان جهاز الإنذار يشتغل. وبيجري الحرامية وبيقع في أول فخ لكيفن وبيصورهم كيفن وبيهرب.
وبيروح لبيت عمه وبيروح وراه الحرامية وبيرمي عليهم كيفن طوبة وبتخبط في راس مارف، وبيدخلوا البيت علشان ينتقموا من كيفن. وبيحاول مارف إنه يفتح الباب بس بيلاقي حبل مربوط في الأكرة، ولما بيشده بتخرج مسامير كتير بتخبطه في وشه. وبيحاول هاري إنه يدخل من الباب الخلفي بس بيتزحلق بسبب المادة اللي حاططها كيفن على الأرض. وبيدخل هاري للبيت وبيقع في فتحة في الأرض، ولما بيحاول يقوم بيتزحلق وبتقع عليه البوية ومش بيكون شايف كويس، وبيمسك بالغلط في الكهرباء وبيتكهرب. وبيحاول هاري إنه يشغل النور وبيشغل بالغلط مسدس النار وبيولع في راسه. وبيلاقي هاري حبل وبيشده وبتقع عليه طوبة كبيرة من الأسمنت. وبيقول مارفل هاري إن كيفن في غرفة المعيشة، وبيحاول هاري إنه يمسك كيفن بس بيقع من على السلم. وبيروح مارفل هاري وبيقومه من على الأرض، وبيروحوا سوا يمسكوا كيفن، واللي بيحدف عليهم حديدة بتوقعهم من تاني في الحفرة. وبيطلع الحرامية على السطح وبيلاقوا كيفن خرج برا البيت، وبينزلوا من على السطح بالحبل اللي بيكون كيفن حاطط عليه بنزين، وبيولع كيفن في الحبل وبيقع الحرامية على الأرض. وبيروح كيفن وبيبلغ الشرطة إن الحرامية في المنتزه، وبيحاول يهرب من الحرامية بس بيقعوا وبيمسكوه وبياخدوا منه الصور اللي صورها لهم. وبتظهر الست صاحبة الحمام وبترمي على الحرامية أكل وبيتجمع عليهم الحمام، وبيشكرها كيفن وبيهرب. وبيولع ألعاب نارية عشان الشرطة تعرف طريق الحرامية، وفعلا بتقبض عليهم. وبتروح الشرطة لمحل الألعاب وبيلاقي صاحب المحل جواب من كيفن بيقول فيه إنه اضطر إنه يكسر الفاترينا علشان يمنع الحرامية من سرقة المحل، ولو التأمين مش هيغطي التكاليف يبعتله على عنوانه في شيكاغو وهو هيبعتله الفلوس. وبتقابل مامة كيفن وردية شرطة وبتسألهم عن كيفن وبتوريهم صورته، وبيقول لها الشرطي تحط نفسها مكان ابنها وتفكر زيه وهي هتوصل له. وبيكون كيفن عند شجرة عيد الميلاد وبيتمنى إنه يقابل مامته ويعتذر لها. وبتوصل مامة كيفن وبتشوف ابنها وبيجري كيفن عليها وبيحضنوا بعض وبيرجعوا سوا للفندق. وتاني يوم بتصحى الأطفال من النوم وبيلاقوا هدايا كتير من صاحب محل الألعاب، وده علشان اللي عمله كيفن معاه. وبيشوف كيفن حمامتين متعلقين على شجرة الكريسماس وبيفتكر الحمامتين اللي اداهم له صاحب المحل. وبيروح للست صاحبة الحمام وبيديها حمامة منهم وبياخد التانية وبيقول لها إنهم هيفضلوا أصحاب على طول، وبتخلص الحكاية.